حابب اقول لكم على موضوع اجرائي مهم جدا خاص بالاعلانات امام المحضرين. لو حضرتك بتعلن اي حد وهذا الشخص ينتمي الى محافظه اخرى، يعني انت بتعلنه في محافظه ثانيه، عندك طريقتين لهذا الاعلان. في طريقه متعارف عليها وفي طريقه مش متعارف عليها. الطريقه المتعارف عليها انك بتودي الاعلان لقلم المحضرين، والقلم المحضرين بيبعتوا عن طريق السركي وبتدفع ثمن هذا الاعلان وبتنتظر لغايه ما السركي يرجع لك تاني، سواء معلن او غير معلن ايا ما يكون. غالبا ان السركي ده بياخد حوالي شهر، وممكن انه يتاخر لبعد شهر كمان. في حين ان الدعاوي الان في الاتجاه الحديث دلوقتي ان المحكمه مش بتاجل على فكره شهر ولا حاجه، بتاجل اقل من كده، خاصه في مواد الاسره. يعني بتلاقي ممكن الاجل ده يبقى اسبوعين بس. فحضرتك ازاي هتعلنه عن طريق السركي وهو الميعاد هيبقى اكبر من كده؟ بالتالي بيطول من امد الدعوه، وبتضطر انك تحضر امام القاضي وتطلب منه اجل لورود الاعلان او اجل للاعلان باصل الصحيفه ايا ما يكون. مظبوط؟ في طريقه بقى اهم من هذه الطريقه، في حاجه موجوده عند المحضرين اسمها البريد المستعجل. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتبعت الاعلان بتاعك عن طريق البريد المستعجل لقلم المحضرين اللي موجود خارج المحافظه، وقلم المحضرين بيبعت لك بنفس الطريقه بعد ما تدفع رسم البريد السريع. ولما تيجي تدور على هذا الاعلان مش بتدور عليه بقى في المكان اللي حضرتك بتدور عليه في ورود الاعلانات، بتدور عليه في المكان المخصص او الدفتر او الاعلانات الخاصه بالبريد السريع، وبيرجع لك خلال ممكن اقل من اسبوع بيكون تم الاعلان، وبيرجع لك بنفس الطريقه اللي حضرتك اعلنت بيها قلم المحضرين، بالطريقه اللي انت بعت بيها الجواب المستعجل عن طريق البريد المصري لقلم المحضرين اللي موجود في اي محافظه او في اي محكمه انت بتخاطبها. وهو بدوره بيقوم بمخاطبه هذا الشخص وبينفذ الاعلان وبيبعت لك تاني الاعلان الى مكانك لقلم المحضرين عندك، وحضرتك بتستخرجه من الدفتر المعد بالبريد السريع وبتمضي عليه وبتستلمه. الطريقه دي طريقه سهله جدا وطريقه سريعه جدا وطريقه مجديه جدا، بتوفر لك الوقت، بتوفر لك مجهود، بتوفر لك حاجات كتيره جدا، خاصه انك لو حاولت انك تسافر بهذا الاعلان بياخد منك يومين، يوم سفر انك بتروح بتسلمه ويوم تاني انك تجيبه. فيا ريت انك تتبع هذه الطريقه، وربنا يسلمكم جميعا، واشكركم شكرا جزيلا.